يا فرحة ما تمت خدها رمضان وطار. الزمالك يتعادل مع بيراميدز في أول مباراة للفريقين في الدوري المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وإخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أهلاوي فندي. نبدأ حلقتنا بالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا ريت حضراتكم ما تحرموناش من اللايك من الشير، ويا ريت لو حضرتك جديد معانا ويعجبك المحتوى بتاعنا نتشرف بوجود حضرتك معانا وتشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وكل محتوى جديد من برنامج أهلاوي فندي. ودايما بنبدأ أخبارنا بأخبار النادي الأهلي، وأول أخبارنا الحمد لله والشكر لله اطمنا واتأكدنا من إصابة بيرسي تاو اللي حصلت في ماتش المصري. الإصابة كانت كدمة بسيطة في العضلة الأمامية، وبرضو كدمة بسيطة في الحوض. الحمد لله والشكر لله إن الموضوع خفيف، وده مش هيمنعه من المشاركة إن شاء الله بأمر الله في المباراة اللي جاية المهمة مع سان جورج الأثيوبي في دور ال 32 من بطولة أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا، تمام، اللي إن شاء الله بأمر الله هتقام يوم الأحد الجاي بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. فالإصابة إن شاء الله هي خفيفة، وبيرسي تاو نزل التمرين النهاردة الحمد لله، والموضوع معدي على خير. هي واضح إن العين اشتغلت بصراحة. هو كان أقول لكم أقول يستاهل عين، بس ما ينفعش يعني. الراجل عمل مباراة محترمة جدا ومباراة كبيرة. انا بصراحة اول مرة اشوف بيرسي تاو من يوم ما دخل الاهلي يعني بالقوة دي وبالحماس ده وباللعب وبالروقان ده. فمليون سلامة ومليون حمد لله على السلامة واطمئننا عليك. مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي المفروض ان هي في الاسبوع الثاني في الدوري المصري اتأجلت، لان طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي هيلعب يوم 24 زي ما قلنا مع الفريق الاثيوبي سان جورج، ومباراة العودة ان شاء الله بأمر الله هتكون يوم 29. فطبعا هيبقى صعب جدا. المباراة بتاعت سيراميكا كانت المفروض متحدد لها يوم 26 او 27 تقريبا، 27 تمام. فطبعا صعب جدا ان الاهلي يلعب 24 و27 و29، ما ينفعش. فطبعا المباراة اتأجلت، بس مش اتأجلت لأجل غير مسمى، يعني هتتلعب على طول في أقرب توقف أو أقرب فرصة هتتلعب، لأن السنة دي هم مش ناويين إن هم يأجلوا مباريات جامد. وده كويس على فكرة، مش وحش يعني. خلينا برضو الدوري بتاعنا ماشي ما يتعطلش علشان الدنيا تمشي. طبعا بعد مباراة المصري كولر في المؤتمر الصحفي كان سعيد جدا بالفرقة، وسعيد جدا بإمام عاشور، وسعيد بالفرقه كلها. لكن انا بس عايز اعلق تعليق صغير، ان كولر اتكلم على انتوني موديست، علشان ما حدش يا جماعه زي ما احنا قلنا في حلقاتنا اللي قبل كده، ما حدش يبدا يهاجم انتوني موديست من اول مباراه او من تاني مباراه، تمام. فكولر قال معلومه حلوه قوي للي هيفهم. بيقول لك انتوني موديست لسه ما حفظش اسماء اللعيبه زمايله. مفهومه الكلمه؟ يبقى الراجل ده هيحصل ما بينه وما بين اللعيبه اندماج ازاي من غير ما يعرف اللعيب ده واللعيب ده ويحفظ اسمائهم، تمام. فالراجل لسه في اول مباراه له. انا بالنسبه لي انا مش هبدا احكم على الراجل ده غير بعد مثلا ثالث رابع مباراه. هو ان شاء الله بامر الله هو مش هيستنى للكلام ده كله. بامر الله الموضوع هيكون يعني اقرب بكتير. طبعا بحزن وبألم انا بقول الخبر ده. هي إصابة عمر سيد معوض بالرباط الصليبي. يعني نتمنى له يا رب يا رب الشفاء العاجل، وإن هو يرجع تاني الملاعب، لأن عمر يا جماعة لعيب جميل، لعيب فعلا جامد، وعلى صغر سنه. يعني أقول لكم على حاجة، يوم الإصابة بتاعته كان ريال بيتيس الأسباني كان باعت له طلب رسمي، لأن بيطلب من النادي الأهلي ان هو يشتري عمر سيد معوض. فطبعا ان شاء الله بامر الله يرجع سريعا للملاعب ويمتعنا، سواء انه احترف او سواء ان هو كمل مع الفريق الكبير في النادي الاهلي. بامر الله يرجع قريب
وربنا يا رب يعني يشفيك يا عمر. انا بصراحه انا الخبر ده تعبني قوي ومزعلني، لان انا كنت متابع عمر يا جماعه في مباريات سنه، كنت متابع معاه وكنت بشوفه وكنت سعيد بيه جدا، وان شاء الله بامر الله هيرجع على خير. برضو خبر جميل ومفرح بقى، هو موافقه الامن المصري على حضور 30,000 مشجع لمباراه الاهلي وسان جورج. بدايه خير حقيقي، هي بدايه خير، علشان ان شاء الله بامر الله ده هو اللي هيجيب رجل الموضوع كده للدوري كمان، وهو ده اللي احنا محتاجينه في الدوري. محتاجين ان يبقى فيه جمهور، محتاجين ان يبقى فيه حركه، تمام. واحنا وصفنا يعني شرحنا قبل كده قصه الجمهور لما بيحضر مباريات بيعمل ايه، سواء للفرقه او سواء للشعب، لينا كلنا كرواج اقتصادي والكلام ده. فان شاء الله بامر الله الامن وافق على حضور 30,000 مشاهد لمباراه سان جورج. اتمنى يا رب تشجيع مثالي وحضور مثالي. طبعا احنا عشان مباريات افريقيا فالتشجيع بيبقى مثالي. كان عتابي بس على قطع الصوت كتير على جمهور الاهلي في مباراة المصري. يا جماعة لو سمحتم، عايزين نفرح بفرقتنا، وفرقتنا الحمد لله مفرحانا، ما نشغلش دماغنا بقى باي هتاف لفرقة تانية، ملناش دعوة. احنا رايحين علشان نشجع فرقتنا ونهتف لفرقتنا بس، مش يعني عارفين، مش عايزين مشاحنات ومش عايزين كلام خارج، ومش عايزين كل شوية نلاقي الصوت بيتقطع. كل ده بيبوظ معنى المباراة وطعم المباراة بالنسبة لي أنا كمشاهد. يا رب إن شاء الله بأمر الله يكون كل شيء في مصر وفي دورينا مثالي، علشان نعلى زي ما اتفقنا قبل كده، وإن شاء الله بأمر الله الخير كله لمصر. الزمالك وبيراميدز، وقلنا يا فرحة ما تمت خدها رمضان وطار. الزمالك بعد ريمونتادا حلوة بصراحة، مش هعرف احفل عليكم النهاردة، بعد ريمونتادا حلوة. رمضان صبحي طبعا نزل عكنن عليهم وراح جايب جون ولا اجمل ولا اروع. هما الاربع تجوان على فكرة حلوين، سواء جون عبد الله السعيد، سواء جون رمضان صبحي، سواء جون دونجا، سواء جون ابراهيم نضاي. الاربع تجوان بصراحة حلوين حق الله. انا يا جماعة راجل بحب الكورة وبفهم كورة، مش هينفع ان انا اقول على جون وحش. الزمالك وبيراميدز اتعادلوا. اجمل ما في الموضوع ان ده خسر نقطتين وده خسر نقطتين. بصراحه من اول الدوري كده حلو ان هم يبداوا يجروا ورا الاهلي. الكابتن كريم حسن شحاته، كنا اتكلمنا في موضوع اسوريو، ويا ترى اسوريو هيمشي، يا ترى اسوريو قاعد، يا ترى يا ترى يا ترى. فالكابتن كريم حسن شحاته قال ايه؟ قال الخبر ده شبه اكيد اللي هو مشيان اسوريو، لكن إدارة الزمالك أو اللجنة المؤقتة منتظرة تشوف مباراة بيراميدز. فأنا مش عارف بعد مباراة بيراميدز النهاردة يا ترى أسوريو قاعد ولا ماشي. أنا شايف الشوط الأول الزمالك ما جاش، أو بمعنى أصح شوط كان من جهة واحدة، من اتجاه واحد من بيراميدز، وبيراميدز فعلا ما استغلش الشوط ده. بيراميدز لو استغل الشوط ده والهجمات اللي جات له يعني كان ممكن عمل سكور جامد على الزمالك، لكن بيراميدز ما استغلش. وتغييرات اسوريو في الشوط الثاني هو عدل الخطأ اللي كان عامله في الشوط الاولاني. تغييراته في الشوط الثاني بدأت تفوق الزمالك شوية، جون في الثاني فوق الموضوع، وكان ممكن يكمل لولا اللدغة بتاعت رمضان صبحي هي اللي بوظت الموضوع. كارتيرون في الصورة يا جماعة زي ما احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت، كارتيرون في الصورة، وفي الصورة جامد كمان، تمام. وكان ملاحظ النهارده على وش اسوريو ساعة الاهداف اللي جت يعني انه بياخد نفسه، تمام. مش عارف انتوا معايا في الكلام ده ولا لا. بالرغم ان برضه هو الموضوع بالنسبة له مش منتهى الحلم، يعني مع احترام النادي الزمالك او مع احترام مصر كلها، الراجل ده برضه لو قال سلام عليكم وماشي هيلاقي فرق كتيرة يدرب فيها، واخد بالك. لكنه انا شفت النهارده فرحته بالاجوان اللي جت. يعني يا ترى الفرحه دي مثلا علشان انا قاعد، الله اعلم. لكني برضو انا شايف ان المستوى اللي احنا شفناه النهارده مش اللي يقعد اسوريو. بالرغم برضو ارجع واقول حاجه تانية، ان مشيانه دلوقتي غلط. احنا في اول الدوري، احنا في مشاكل كتيره جدا في نادي الزمالك مش مستحمله
ان ينضاف عليها مشكله عدم وجود مدير فني، ونبدا هوب نجيب بقى في رجال الزمالك الشرفاء، يجي الكابتن طارق يحيى يمسك شويه ويمشي، يجي الكابتن محمد صلاح مع احترامي ليهم طبعا يمسك شويه ويمشي، يجي هوب ميدو يمسك شويه ويمشي. طبعا كابتن مدحت عبد الهادي هيبقى له نصيب برضه في الموضوع، يعني اي حته من التورتايه برضه. تمام، باظ الدوري وشكرا، طلع الزمالك من المولد بلا حمص زي ما بيقولوا يعني. فانا شايف ان قعدان اسوريو دلوقتي متهيألي هيكون افضل، على الاقل كده بالمثل البلدي، ظل اسوريو ولا ظل حيطه. انا شايف الموضوع ده كده. فيعني مش عارف قرار اداره الزمالك هينتظروا عليه شويه، ولا فعلا بعد ماتش النهارده هيبداوا يتحركوا علشان يشوفوا البديل. مش عارف، الله اعلم. الايام اللي جايه هي اللي هتاكد لنا وتثبت لنا ايه اللي هيحصل. سريعا كده عايزين نشوف نتائج المباريات اللي حصلت في الاسبوع الاول. النهارده فيوتشر استطاع ان هو يهزم فاركو 2-0. طبعا اتكلمنا عن مباراه الزمالك وبيراميدز 2-2. الاتحاد السكندري بقياده مابولولو الوحش استطاع ان هو يهزم سيراميكا كليوباترا 1-0. نتائج مباريات امبارح عشان احنا ما سجلناش امبارح طبعا. الداخليه اللي كان بيصارع على الهبوط في نهايه الموسم اللي فات ولحد اخر مباراه، المباراه طبعا التاريخيه اللي شفناها في اخر مباراه في الدوري اللي فات، استطاع ان هو السنه دي في اول مباراه له انه يهزم انبي 1-0. طبعا سموحه والجونه 1-1، بس بصراحه مباراه يعني مش ممتعه. تمام، يمكن الداخليه وانبي كان فيها شويه حركه. تمام، سموحه والجونه ما كانتش ممتعه قوي. لكن المباراه اللي عايز اتكلم عليها بقى جامد هي مباراه المقاولين وبلديه المحله. ليه عايز اتكلم عليها جامد؟ لان الخبراء والمحللين والفنيين كل الناس امبارح قبل المباراه كانوا بيتكلموا عن ان يعني الهجوم والفعل هيكون من تجاه المقاولين، والدفاع ورد الفعل هيكون من بلديه المحله. طبعا احنا ما شفناش حاجه من دي خالص. احنا من اول المباراه لاخر المباراه بلديه المحله على وتيره واحده، هي الهجوم مع بعض الهجمات لنادي المقاولين. طبعا حارس مرمى البلديه شال كذا كوره حلوين، وده دليل على ان المقاولين كانت بتهجم، لكن هجمات البلديه كانت اكتر. تعليقي بقى على الماتش ده بالذات في حاجه جميله قوي. لعيبه البلديه يا جماعه ركزوا معاهم في المباريات اللي جايه، تسليم وتسلم 10/10. الميس باس قليل جدا. اللعيبه بتفتح لبعضها الزوايا حلوه قوي. اللعيب في رجله الكوره بيلاقي قدامه اختيار واختيارين وثلاث اختيارات علشان يباصي الكوره، والكوره بتطلع من رجله حلوه قوي، والتاني بيستلمها يعني بسلاسه لا الموضوع كان حلو. استطاعت طبعا بلديه المحله ان هي تهزم المقاولين 2-0، وشكلنا كده داخلين على فرقه طالعه للدوري مشتاقه ووحشها ان هي تعمل شغل في الدوري. الله اعلم، هنشوف. يا مسهل يا رب. كلنا ملاحظين الاهتمام السنه دي بالدوري المصري، سواء في التصوير، سواء في التعليق، سواء في الاستوديو التحليلي، في كل حاجه في الدوري المصري في اهتمام السنه دي. ده شيء كويس جدا. طبعا وجود الاستاذ اسامه الشيخ رئيس لقنوات اون تايم سبورت. طبعا الاستاذ اسامه الشيخ لسه جاي من الامارات بعد العمل في قنوات ابو ظبي هناك لمده كام سنه. طبعا الراجل راجع، هو اساسا مسافر لهم خبره لانه هو خريج اتحاد الاذاعه والتلفزيون الاستاذ اسامه الشيخ. تمام، لكنه راح هناك زاد خبره وزاد علاقات. الراجل رجع ومسك اون تايم سبورتس. احنا شايفين طبعا في طفره في كل حاجه حاليا في الدوري المصري، شيء جميل بصراحه. من قمه التصوير، او بلاش اقول قمه دلوقتي، احنا لسه في سنه اولى تطوير دوري، بس شكلنا هنمشي بخطوات سريعه. التصوير بقى حلو يا جماعه، زاويه واثنين وثلاثه واربعه. بقالنا سنتين ثلاثه عمالين يقولوا ايه
احنا عندنا تصوير اتش دي دلوقتي، ولا شفنا اتش دي ولا شفنا اتش اي حاجه. السنه دي بادئين نشوف فعلا الاتش دي. الموضوع شكله حلو، زي ما قلنا زاويتين 3 4 علشان تشوف الفاول ازاي، علشان تشوف لمسه اليد ازاي، علشان تشوف الجون من اكتر من زاويه وتستمتع بيه. تمام. فالتصوير حلو قوي. طبعا الكاميرا كمان اللي بتطير من فوق الملعب دي ما شاء الله، بس مش عايزين لعيبه تنشل فيها تاني. طبعا كلنا شفنا في مباراه الطلايع تقريبا اول مباراه دي، عمري ما شفتها في حياتي. انا شفت الكاميرا دي يا جماعه بتلف في استادات كتير، ان لعيب ينشل في الكاميرا دي ما شفتهاش في حياتي من يوم ما اخترعوا الكاميرا دي. تقريبا كان في ماتش طلايع الجيش في اول مباراه، لعيب شاط الكوره في الكاميرا دي. ما علينا. فالموضوع حلو، التصوير حلو. الاستوديو التحليلي بقى بصراحه حتى شكلا وديكور شكله حلو. الاستوديو التحليلي بقى 2 محللين، وبدل ما يبقى الاستوديو التحليلي قبل المباراه بساعه ونص وبساعتين ورغي على الفاضي، بقت هي ساعه قبل المباراه وساعه بعد المباراه. اقعد حتى اسمع المحللين بيتكلموا في ايه. زمان كان يقعد المحلل يقعد يتكلم ويقول لك اصل احنا لما كنا بنلعب واحنا صغيرين مع الكابتن فلان الفلاني كان بيعمل معانا. احنا مالنا يا عم بالكلام ده؟ انا النهارده عندي مباراه الفرقه الفلانيه والفرقه الفلانيه، كلمني في الفرقه دي تشكيلها عامل ازاي، وده عامل ازاي، وده خطته ايه، وده خطته ايه، وده لاعيبته هتعمل ايه، وده هو ده الكلام الصحيح اللي بنشوفه في الاستوديوهات التحليليه بتاع الدول الثانيه. بصوا على الاستوديو التحليلي دلوقتي هتلاقوا الموضوع قرب جدا من اللي انا بقوله. هما 2 محللين وكل واحد بيتكلم في المضمون على طول، كلمتين وبس، من غير رغي ومن غير كلام كتير. الموضوع شكله ان شاء الله بامر الله هيبقى حلو. طيب هو الموضوع ده الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان انت تبيع الدوري بتاعك. بدل ما قعدنا نسمع قبل كده كل حلقه هتكلم في الموضوع الدوري ده يا جماعه، لازم هجيب سيره الشخص اللي انتوا عارفينه اللي انا بقصده من غير ما اجيب اسمه. تمام. بدل ما يقعد يقول لك الدوري المصري ما بيتذاعش غير في مصر بس، وبيتفرج عليه 300 400 واحد، والكلام الفارغ اللي هو قاله الذي لا يمت للحقيقه بصله، او يمكن في خلال السنتين 3 اللي فاتوا كان يعني شويه، بس في اللي جاي انا بوعدك يا فلان انت ان شاء الله بامر الله الفكره دي هتتغير. الدوري المصري حاليا بيحاولوا ان هو يتباع. طيب اول حد هيشتريه مين؟ طبعا في علاقات ثنائيه ربنا يا رب يديمها ويوطدها زياده مع قنوات ابو ظبي، وخاصه زي ما قلنا ان الاستاذ اسامه الشيخ كان بيشتغل في قنوات ابو ظبي، وله علاقه بالاستاذ يعقوب طبعا رئيس القنوات هناك. فالموضوع حلو. ففي كلام دلوقتي واتفاق ان قنوات ابو ظبي تشتري مش الدوري المصري كله لكن جزء منه، بمعنى هياخدوا منك مثلا 4 مباريات في الاسبوع او 5 مباريات في الاسبوع. انت بتلعب 9 مباريات، مش هيشتريهم كلهم، ده الكلام اللي احنا سمعناه وده الكلام اللي اتقال. هيشتري منك مثلا 4 مباريات، اهلي، زمالك، بيراميدز، ده اساسي. ياخد معاهم مثلا فيوتشر. تمام. طب مباراه كمان 5، ناخد مباراه جماهيريه، حاجه يكون طرفها الاتحاد، حاجه يكون طرفها المصري. تمام. هو مش هيزود عن كده، 4 أو 5 مباريات بالكتير، يذيع كل اسبوع 4 5 مباريات. بدايه حلوه مش وحشه، بدايه حلوه مش وحشه. فطبعا اون تايم سبورت لازم تكون على مستوى الحدث. انت هتصدر مبارياتك لقنوات زي قنوات ابو ظبي، وهناك طبعا احنا عارفين ان الدوري عامل ازاي والاذاعه بتاعتهم عامله ازاي وتصوير ازاي والكلام ده. فان شاء الله بامر الله الاستاذ اسامه الشيخ يقدر ان هو ينقل اللي حصل هناك او اللي اتعلمه هناك بقى. سوري، مش مقصود اللي اتعلمه، وبعتها تاني لان الراجل ده انا من زمان قوي يا جماعه، من ايام ما كان في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، وكان ليا اصدقاء في اتحاد الاذاعه والتلفزيون كانوا بيحكوا لي عن الراجل ده والتزامه وعبقريته واسلوبه من زمان قوي، بره الرياضه خالص كمان. فاتمنى يا رب ان هو يقدر ينقل لنا الصيحه والطفره اللي هناك، يقدر ينقلها لنا هنا ان شاء الله بامر الله. وفجاه سنه بعد سنه بعد سنه
نلاقي الدوري بتاعنا فعلا مش بيتباع لابو ظبي بس، لا بيتباع لابو ظبي ولدول تانية كتيرة ان شاء الله بامر الله يا رب. في ختام حلقتنا النهارده سعيد جدا جدا بلقائي بحضراتكم. بستأذن حضراتكم دعما لاخوكم اللي بيجتهد والله علشان يوصل للخبر ويقدر يوصل لحضرتك الخبر الصحيح اللي يسعدك ويرضيك. دعما لاخوكم، ما تحرموناش من اللايك من الشير، ولو حضرتك جديد معانا وعجبك المحتوى يا ريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس. مرة تانية سعيد جدا بلقائي بحضراتكم، هستناكم ان شاء الله بأمر الله في الحلقة اللي جاية. تصبحوا على ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسامة عماد متعب مرتدة تصوير وجول جول جول جول. الفرصة للفريق الأحمر عرضية. ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن شاط الكرة علي محلول يوزع جول جول اهلاوي. فريق كبير فريق عظيم